السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض احلى صينية فراخ مشوية في الفرن بالخضار. جميلة جدا هتعجبكم بإذن الله. احلى ما نشويها كمان على الفحم، حلوة جدا. معايا طماطم مقطعة كده مكعبات، معايا بصل برضو متقطع مكعبات، واتنين فلفل رومي، وحوالي 5 فصوص توم، ملح وفلفل وجوز الطيب وكمون وبهارات فراخ، ولو في سنة قرفة. معايا بطاطس مقطعة مكعبات، اللي عاوز يحط جزر كمان يحط. ودي معلقتين كبار مفرومين كزبرة خضرة مع بقدونس وفلفل. ده فلفل متقطع طرنشات وبصل متقطع طرنشات، ومعلقتين ليمون معصور، وده معلقة عسل كبيرة هتديها طعم هايل هيعجبكم جدا. اللي ما عندوش العسل الابيض يحط معلقة عسل اسود كبيرة مفيش مشكلة. ودي نص كوباية زيت. ده طبعا مج صغير بتاع قهوة فعشان كده مليان، لكن هو دوت نص كوباية من بتاعة الشاي، نص كوباية زيت. دي بطاطس حوالي 4 بطاطسات متقطعين مكعبات كبيرة علشان تستحمل التسوية مع الفراخ في الفرن. ومعايا معلقتين من الطماطم اللي هي معجون الطماطم او صلصة الطماطم الجاهزة. انا همسك الفراخ، هقطع الفراخ كده اعمل فيها فتحات علشان ادخل التتبيلة جواها. هقطعها كده من عند العظمة 3 فتحات كده. وهعمل كده برضو في الصدر بما انه كبير قطعته 2، وبرضو هعمل فيه فتحات كده عشان ادخل فيها التتبيلة. حلوة جدا الطريقة دي هتعجبكم بإذن الله. لأنها بقى مش دخان ولا أي حاجة، احنا هنحط كله في الفرن وهتبقى جميلة جدا وهتعجبكم. هحط البصل والطماطم، الفلفل والثوم، معلقتين كزبرة خضرة، وحوالي عصير ليمونتين، معلقة كبيرة من العسل الأبيض. بتديها طعم كده مسكر كده وطعمه جميل جدا مع الفراخ. ونص كوباية زيت، معلقتين صلصة كبار وهنحطهم برضو معاهم. ننزل كل ده في الكبة او في الخلاط مفيش مشكلة. وهنحط طبعا الملح وجوز الطيب والفلفل الاسود والكمون وشوية قرفة صغيرين صغيرين جدا عشان بتبقى ريحتها نفاذة وقوية. انا هحط الفراخ قدامي كده وانزل عليها التتبيلة، وهخلي شوية. هحاول بقى ادخل التتبيلة دي اوزعها على الفراخ كويس جدا. طبعا انا مظبطة الملح، وهحاول كده كمان ان احنا ندخل التتبيلة دي كمان تحت الجلد بايدينا كده، ندخل التتبيلة تحت الجلد علشان تبقى شاربة كويس من التتبيلة. لما بتدخليها تحت الجلد كده بتبقى شاربة كويس وتبقى طعمها احلى بكتير، احسن ما تحطيها عليها كده وتسيبيها. عندي صينية بقى احط فيها شوية زيت، والخضار اللي معايا اللي انا قطعته ترانشات، بصل فلفل طماطم مقطعة حلقات كده، هفرشها في الصينية. هفكك البصل كده عشان انا مقطعاه دواير كده، وافرده مع الطماطم والفلفل.
الخضار ده بقى لما بينزل عليه الصوص بتاع الفراخ بيبقى طعمه خطير بصراحة. نحط كمان البطاطس، اللي عاوز يحط بطاطس وجزر ممكن يحط بطاطس وجزر عادي. لازم نخلي القطعة كبيرة كده زي ما انتم شايفين، علشان لما تدخل الفرن تاخد التسوية مع الفراخ، ما تبقاش مهرية، تستحمل يعني التسوية مع الفراخ. ودلوقتي الصلصة او التتبيلة اللي انا كنت عاملاها وبقيت شوية منها دي بقى هحطها على الخضار. طبعا عليها الملح وعليها التوابل وعليها كل حاجة، مش هحط حاجة تاني. بس كده، ومن غير ولا مية ولا نقطة مية هتتحط عليها في الصينية دي، ولا أي حاجة. كفاية الصوص اللي هينزل من الفراخ والخضار. هنوزع طبعا الفراخ على وشها كده. تمام كده. ودلوقتي هندخلها الفرن. الأول نغلفها بورق فويل، نقفلها كويس جدا، وندخلها على درجة حرارة 250. هنحطها الأول على البوتاجاز. لو الفرن بتاعنا مش حامي هنحطها على البوتاجاز 10 دقايق وهي مقفولة كده بالفويل. وبعد كده ال10 دقايق بالظبط هنشيلها ندخلها في الفرن على درجة حرارة 250. هتاخد حوالي 45 دقيقة. من وقت للتاني كده افتحها اشوف اخبارها ايه، فيها مية ولا لأ. اهي تمام، بتغلي، فيها مية كتير، نزلت مية كتير. وده الصوص بتاع الفراخ، بتبقى طعمها خطير جدا بقى مع الخضار. خلاص، وهي لما تستوي خلاص في الفرن تمام، هرفع من عليها الفويل واسيبها تحت الشواية تاخد بقى ايه، من فوق كده وش متحمر كده، يبقى طعمها حلو جدا وشكل كمان. في الخطوة دي اللي عاوز يحرق في حماية ويحطها عليها ويقفلها بالورقة، ورقة الفويل، وتاخد بس الدخان بتاعها كده، بتديها طعم حلو جدا، او ريحة الفحم اللي عايز. لكن انا ما عملتش الخطوة دي. بصوا البطاطس بقى طالعة سليمة جدا ومش مهرية، وفي نفس الوقت مستوية جدا جدا. طعمها بقى مش عايزة اقول لكم جميل جدا جدا. وبألف هنا وشفا. لو عجبتكم الوصفة اعملوا لي لايك وفعلوا زر الجرس واشتراك في القناة علشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتي. وكان معاكم تيسير عبد النور، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبألف هنا وشفا.